السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ ياقوت اللي ما شاء الله جيت وجبت لكم معايا حلوى الدانون الشهيرة الاقتصادية. حلوى سهلة وسريعة التحضير، والأهم أنها كتعطينا كمية وفيرة وبدون زبدة وبمكونات اللي متواجدة عندكم في الدار. نتمنى تتبعوا معايا لا فيديو حتى الأخير باش تعرفوا معايا على المكونات وطريقة التحضير، وما تنسونيش من داك اللايك، واللي ما مشتركش في القناة يشترك. إذا على بركة الله عندي هنايا جوج بيضات، وعندي العلبة ديال الياغورت كنفرغها وكنعبر بها جوج كيسان ديال سنيدة، وكنضيف واحد ساشي ديال سكر فاني مع البيض باش كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. كنخلط مزيان البيض مع سنيده، خلطوا بيديكم اولا بالفوي، ما كاين حتى شي مشكل. صافي من بعد كنعبر بهذاك الحك ديال الياغورت، كنعبر به جوج كيسان ديال الزيت، كنفرغهم حتى هما. هاد الحلوى هذه ما فيهاش مكونات اللي بزاف، وكتعطينا واحد الكميه اللي لا باس بها، حلوى اللي عامله ضجه، وقلت حتى انا نجربها وما نخرجش من الجماعه. المهم كنخلط هادشي مزيان، من بعد كنضيف الياغورت ديال الفاني، وقبيصه هاد الملحه ضروري كنديروها في الحلوى ولا في الكيك، يعني واحد القبيصه صغيره، واخا ما تشوفوناش درناها في الفيديو، ولكن ضروري ما كنديروها. صافي كنخلط هاد المكونات هادو مزيان، صافي من بعد كنضيف جوج معالق كبار ديال النشا، المقادير دائما غادي تلقاوهم عندي في صندوق الوصف. من بعد كنضيف دوك جوج خمارات اولا جوج بيكنج باودر، ساشي خميرة الحلويات، كنضيف الطحين تدريجيا، بطبيعة الحال عندي مغربل. صافي كنبدا ندخل في الطحين شويه بشويه حتى كنتحصل القوام اللي بغيت. وهاد العجينه هذه ضروري ما تخليوها رطبه، يعني ما فيهاش الزبده، ضروري تخليوها رطبه باش ما تجيناش الحلوى قاصحه بزاف، يعني ضروري نخليوها رطبه. يعني الطحين نضيفوه تدريجيا، ما نضيفوش دفعه واحده، يكون القوام ديالها رطب كيف ما غتشوفوا معايا. القوام ديالها كيكون على هذا الشكل هذا، كتكون العجينه رطبه، يعني ضروري ما تكون العجينه رطبه، ومن الاحسن نغطيوها بواحد البلاستيك باش ما تنشفش لينا. هاد الاثناء الفران راه شاعل. صافي كنشكلها عادي جدا، كنشكلها على كويرات، وانتم تقدروا تشكلوها باي شكل. هاد الحلوى هذه تقدروا تخرجوا منها اشكال متعدده، انا درت منها غير شكل واحد، انتم تقدروا تنوعوا فيها. صافي من بعد ما شكلتها على هاد الشكل هذا، كناخذ ديك الجراره ديال الشباكيه او اي اداه عندكم في الكوزينه، وكنطبع بها في الوسط، كندير حفره في الوسط على هاد الشكل هذا. صافي كندخلها طيب الفران كيكون شاعل، وكنقصوا ليه العافيه، وكطيب على خاطرها. واحد الملاحظه اللي مهمه، يعني ملي تكون الحلوى طيب وتنفخ، يعني ديك الحفره راها كتنفخ ما كتبقاش تبان، ضروري ما نحاولوا نضغطوا عليها بهاد الجراره هذه باش ترجع لينا على هاد الشكل، وما نخليوهاش تحمر مزيان. هنا راه شويه تحمرات معايا، يعني اللون ديالها يكون مذهب باش كتجينا الحلوى رطبه بزاف. هنا عندي مربى جاري ديال الحلوى، وعندي هنايا الكوك، انا عندي الكوك هنا نوعيه مزيانه. صافي كندهن الحلوى ديالتي بهذا الشكل بالشيته ديال الحلوى، كندهنها من جهتين، نتوما تقدروا ديروها غير من جهه واحده، ولكن انا
فضلت انني ندهنها كامله بهذا الشكل. واللي عندها الكوفيتير يعني زايد تقدر تخليها في المربى، تغمسها كامله في المربى باش كتجينا الحلوه ديالتنا رطبه بزاف. صافي كندوزها في الكوك بهذا الشكل، كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديالتي كامله. وفي الطياب ديالها ضروري ما تخليوهاش طيب بزاف، يعني ما تخليوهاش تقصاح. وما تنساونيش من داك اللايك، اللي باقا ما دارت لايك تعمل لي داك اللايك. جزاكم الله كل خير. غادي ندوز نحضر معكم واحد التعليكه اللي غنديرها هكا في الوسط. عندي هنايا 2 معالق كبار تقريبا ديال العسل، عسل عادي. المهم هاد التعليكه هذه اختياريه، تقدروا نتوما ديروا غير المربى بوحدو. غندير واحد 2 معالق كبار ديال المربى ديال الكوفيتير ديال المشماش. انا عندي هذا، تقدروا ديروا داك الجاري. استعملت قرعه صغيره في التزيين، وهذه قرعه بديتها من هذا النوع هذا. درت 2 معالق كبار ديال السنيده. صافي درتهم فوق البوطه حتى غلاو مزيان، وضفت لهم واحد الملون. مشات لي ديك اللقطه فاش كنت كنصور. المهم انا صفيتهم عاد ضفت لهم الملون. علاش؟ لان عندي المربى ماشي داك الجاري فيه دوك الطروفه. فضلت انني نصفيه وعاد ضفت الملون باش كيخرج ليا من هاد الاداه. صافي كنزين الحلوه ديالتي بهذا الشكل هذا. كتخرج واحد الكميه اللي وفيره. من الاحسن الا بغيتو تجربوها العيد، يعني جربوها بيومين اولا ب3 ايام قبل باش يلاه ترطاب، حيت في الاول كتكون قاصحه حتى كتدوز عليها واحد يومين اولا يوم عاد كترطاب، كتشرب داك المربى عاد كتجي عاد كترطاب معانا. للامانه فقط في الاول راها كتكون شويه قاصحه، ولكن من بعد راها كترطاب. وهذا هو الشكل النهائي. قطعت معكم هنا حدا باش تشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش داير. الحلوه الشهيره السهله السريعه المبسطه، مقادير اللي متواجده في كل بيت، مقادير بسيطه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم واشتراكاتكم ودعمكم للقناه، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعموا الفائده. وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم، وصفه جديده بحول الله. الى اللقاء.